صباح الخير من ميامي اللي ما تبين من ورا الشمس. واليوم آخر يوم وهذا فطورنا اللي هو آخر فطور عندنا بالسفينة. صباح الخير مقدام. بالله عليكم طردونا من السفينة، قالوا لنا شو طلعوا خلصت فلوسكم. اكو فشي سوالنا اسمه ديسامباركيشن داي. او ماي جاد طلعونا من السفينة، صار لنا 4 ايام هنا عايشين. هيجي طلعونا يعني هيجي احنا هيجي بهالسهولة. قالوا لنا جيبوا غراضكم، شيلوا وجناتكم وطلعوا يلا يلا. خلصت السفينة. طبعا لا طردونا ولا شيء، بس هي خلصت السفينة لا شاقة يعني. وخلص ناديه لهوب وخلصت السفرة مالتنا، بس طبعا هاي بالطريق احنا الى المطار. قبل ما نبدي نحكي وياكم ونسولف لكم على السفرة وشلون حجزناها وليش وش بسرعة ومن هالحكي وليش الأولاد مو ويانا وين الأولاد ومن هالأمور كليتها. قبل ما أجاوب على هذا الشيء لأن بهذا الفيديو رح نحكي عن الموضوع، بس حبيت أقول لكم إنه إحنا عادة من نروح السفينة قبل بيوم نروح نبات ليلة، وبعد ما نرجع همين نكون نبات فد ليلة بالمكان اللي إحنا بيه. بس هالمرة أبداً ما كانت رح ترهم أبداً، لأن أني بنفس اليوم اللي حرجع بيه، يعني اليوم اللي طلعنا من عنده من السفينة كان يوم اثنين، وثلاثاء مباشرة أنا كان لازم أروح للشغل بنفسي يعني. فالمهم ما كنا نقدر وما كان يعني ماخذين إجازات قبل بوقت، لأنه الحجز صار قبل أسبوع واحد بس من السفر. راح نسولف لكم. فعلى العموم أنا ما أنصح بهذا الشيء، بما أنه أكو متابعين دا يروحون بسفرات السفينة عن طريق القناة مالتنا. حابة أنصحكم أنه 100% تروحون قبل بيوم إذا رايحين داخل أمريكا. طبعا إذا خارج أمريكا تروحون قبل بيومين، يعني إذا أنتم مثلا بأمريكا تريدون تروحون سفينة بأوروبا تروحون قبل بيومين، لازم تكونون هناك واصلين. وبالرجعة يفضل تكونون همين تنامون ليلة كاملة، همين ترتاحون، همين تسوون ريست، وهمين تكونون بأمان. أخاف مثلا السفينة تتأخر بالرجعة أو أي شيء ممكن يصير، حتى أنتم تكونوا بالسيفتي سايد وما تروح عليكم طيارة الرجعة يعني. فإحنا سويناها بنفس اليوم نرجع، يعني طلعنا من السفينة وحنروح قبل للبيت. هلو شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله زينين. طبعا إحنا خلصت السفرة مالتنا، خلصنا ناديه لهوب وطردونا من السفينة، قالوا لنا خلصت فلوسكم يلا نموا مشواراتكم وطلعوا. بس شنو أنا ما أعرف إيش كم فيديو راح يصير السفرة مالتنا، بس ما كان اكو وقت انه نقعد ونصور ونحكي وياكم. بس انا هسه دا اتخيل اكو بعض الاسئله في انتم تفكرون بيها، فراح اجاوب عليها. اللي دا اتخيل انه هي شنو الاسئله اللي انتم يعني عندكم اياها. طبعا دا تشوفوني سمنانه، اي نعم سمنانه، هسه راح احكي لكم ليش سمنانه. قبل ما نبدي تحب تقول شيء ابو مارك لو نبدي نشرح شلون بدات الفكره مال السفره؟ اهم شيء تعطيني كريدت انه انا بالفكره انه نطلع اول مره اسويها. اي جدا صح. راح شو تريدين احكي بس اهم شيء اول كريدت يرجع لي. كريدت هذا لان هذا بقى يجيبي، لان بعدين راح تتغير الحقائق. التاريخ يذكر دائما الحقائق تتغير. هسه تفضل. اوكي. شنو اللي صار؟ طبعا شلون بدت الفكره يعني انه احنا نسافر لاول مره لوحدنا. حتى احنا متزوجين ما كنا مسافرين وحدنا. السفره الوحيده اللي كنا مو وحدنا، لانه ما طالعين. اي صدق، جينا من العراق لامريكا، جينا ويانا خالك كان وكنتي حامل. وكنت حامل عافيه. هي الفكره انهم من تزوجنا 17 سنه لليوم ولا مره طالعين يعني سوي ابدا 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 ابدا. اي نعم ابدا مو شقه يعني. وما كان اكو فرصه انه اعوف اولادي يوم احد حتى اقدر اني اطلع سفره مثلا، ولا شهر عسل. خاف ببالك لا ما عندنا شهر عسل. فاحنا مظلومين يا جماعه، احنا مظلومين لله يا ماسين. هاي السفره هي استثمار بالعلاقه الزوجيه. كل شيء انت تدفع عليه حتى يعني يصير عنده صيانه، مثل السياره توديها تبدل دهن، مثل الاطفال تصرف عليهم حتى يصيرون به فد شيء بيزين، مثل البيت تصرف عليه كل فتره اعمار ما دمره الاشرار. فالعلاقه الزوجيه هم يراد لها اعمار، واحنا تاخرنا، خلينا العلاقه الزوجيه تتاخر هواي الى ان قررنا ناخذ شويه رليف من الحياه ونطلع سفره حتى لو يومين يعني مو اكثر. كم يوم؟ 4 ايام. 4 ايام. وطبعا هذا السفره انت يعني كيف اكو ناس مرات يعني تستحيف انه تصرف فلوسها على سفره وما تعتبرها اولويات. انا بالنسبه لي ما اعتبر انه هذا تبذير ولا اعتبر هذا اسراف، اعتبر هذا تجديد
عقلك دماغك نفسك انت كشخص عامل وتشتغل، وحتى لو انت ما تشتغل، حتى لو انت يعني ام بيت وقاعده بالبيت او you can sit here قاعده بالبيت وبتشتغلين للاطفال، بس انت تحتاجين وقت لنفسك. هسه نبدي شلون بدت الفكره. ابو مارك كان قايل لي احنا ليش بفد يوم طالعين وحدنا، وهذا الكريدت طبعا له مثل ما نقول انه هو كان دا يقترح انه احنا نطلع وحدنا نسوي فد جيت اواي ويك اند يسموه. اكو تسميه كانت شنو اللي يقول جيت اواي ويك لا لا مو على هاي، يقول انت طالعه السفره لو طالعه شنو هاي اللخ الامايه من تطلع ويا اولادها. اذا العائله طالعه سويا سفره فانت ما طالع سفره، انت طالع موظف لا لخدمه نسيت اسمها فاميلي جاذرينج. اي. واذا انت طالع سفره لوحدك فانت طالع فيكيشن. ايوه لها معنى يعني معاني ثانيه فاني ما كنت اعرف هاي. الفرق بيناتها الى ان جربتها. اوكي زين. يعني القصد انه الامايه والاب من يطلعون ويا الاولاد راح يبدون شنو شغلهم، بس رتب سوي هذا الشيء يريد هذا الشيء يطلع هذا، فماكو شيء لك. نزع علق هدوم وسخه، اعزل هدوم وسخه عن نظيفه. وحتى يعني لو احنا معلميهم انهم يسوون كل هذا الامور، بعد ماما هذا راهم لي الهدوم، هاي مره راهمت لي هذا البس هذا هسه، ما البس هذا هسه، ومن هالحكي. اي فهسه احنا حاليا كل واحد يسوي شغلته واثنيناتنا بسويه، الامور طيبه وسهله وسريعه، بحيث الباكينج مال الجنطه 5 دقائق واللي امباك مال الجنطه 5 دقائق، وجينا من حطينا غراضنا بالجنطه 5 دقائق. يعني ماكو اي صعوبات. شيء غريب يعني، احساس غريب، حسيت نفسي ادميه لاول مره. قمنا نضحك يعني من نسوي انباكينج وباكينج نضحك رايده واي، لانه الموضوع سهل لا والغرفه ايش قد صغيره، بس صارت بالنسبه لنا قصر كبيره اكبر من غرفتي بالبيت. لانه ما تحتاج اي شيء يعني زياده، بس نفرين. فالمهم نرجع، طولنا عليكم سوري. هسه نرجع للريوايند للفكره. مقدام قال لي انه ليش بنطلع كتوي وما في شنو، بس شنو احنا ما كان عندنا امكانيه انه نصرفها على سفره هاي الصيف، لانه طالعين تقريبا 3 سفرات، لا مو تقريبا، هي طالعين 3 سفرات السنه اللي فاتت. رحنا سفره بالكروز صرفنا كانت تقريبا 10,000 دولار، وبعدين رحنا العراق صرفنا 17,000 دولار، وبعدين رحنا طلعنا سفره كابن هم صرفت 500 دولار. عدا منا شغلات سفرات بسيطه يوم يومين همنا على 200 300. فالمهم البجت مال السفرات هالسنه كان صفر، لانه على اساس قعدنا سنه اللي وراها 2026 نسوي في شيء زين يعني كبيره، يعني ما نحكي عليها حاليا، اذا يعني راح تصير ان شاء الله يا رب تصير. فعلى العموم نرجع لموضوعنا. فبيومها سبحان الله كان يوم احد بالليل، صديقتي وما حقول منيه لانه يتابعوني قالت لي اريد اسوي همنا جيت اواي الي والزوجي، فتعالي ساعديني بالحجز واريد اسويها سربرايز. فبدون ذكر تفاصيل شفت السعر اللي هي تحجز به معقول، يعني بدها تسوي يعني فد شيء ما اريد اقول شنو هو اصلا حتى تخرب الفكره. فالشيء كان افوردبل يعني تقريبا اقل من $1,000. فانا قلت صدق احنا يعني نقدر نصرف اقل من $1,000 على سفره اني ومقدام ونشوفها فد شيء حلو. هو دا يقترح اصلا، فش ليش لا؟ فاني بالفراش قاعده اقلب بفد موقع مال اسمه فيكيشن تو جو بكروزز اقل من 3 اشهر البحار مالتها فتكون رخيصه. فاني اوريدي ماخذه اجازه يوم عيد ميلادي اللي هو كان 1/8 يوم جمعه يصادف. فاني اصلا ماخذه اجازه، فجمعه سبت احد قلت احسن وقت احجز بيه فشي بهذا الويك اند. يعني لقيت اكو كروزات 2 تطلع يوم 1/8. فاني المشكله شنية، عندي سفره بالشغل، انتم نزل لكم الفيديو مال السفره بالشغل شفتوه، اللي هو اني اروح يوم 3 4 اكون يم الكاستمر سايت اني والتيم، ويوم الخميس ارجع. فاني اذا ارجع الخميس معناته لازم يا اما الخميس ارجع اسافر من جديد، يا اما الجمعه نسافر الصبح. وطبعا هاي اغبى طريقه واحد يسويها انه يسافر يوم الفيكيشن يوم الكروز نفسها، يعني ترجع ترتاح ساعة ساعتين. وين ترتاح؟ لا دا اقول اذا اريد نسافر يوم جمعه هاي اغبى شيء لا حد يسويها بليز لا تسووها. سوري دا استخدم هذا المصطلح، بس هذا اكثر ريسك انت دا تاخذه، انه دا تسافر طياره بهيك يوم، لان حتى السياقه ممكن يعني تلوف تطلع غير مكان حتى توصل اذا 2-4 ساعات سياقتك بنفس يوم تروح. بس احنا لانه طيران فكان لازم انه يكون قبل بيوم نسافر نوصل. فشون اللي صار، قلت له المقدام كان بيومها قعدت الصبح يوم الاثنين، قلت له المقدام كان يقول لي اي نروح انا وانتي بدون الاولاد. فقعدت دورت بعد السفينه نفسها اثنيناتهم،
فقررنا على وحده، قال مقدام من ارجع من الشغل نحجزها، يعني الحكي فات 5-6 ساعات الفرق بس. رجع من الشغل وحده من عندهم طايره رايحه خلصانه سولد اوت صارت. الزينه اللي انا شفت يعني الخطوط اللي احنا دائما نروح عليها اللي اسمها كارنفال كروز لاين اللي احنا دائما نبحر وياهم، فاللي احنا متعودين عليها خلينا نقول. المهم بقت الثانيه اللي هي نرويجن كروز لاين، الخطوط الاوروبيه طبعا، وتقريبا هي تروح للبهاماز، كانت نفس الشيء بس عندها 2 ستوبس انستيد اوف 1 ستوب. كانت الكارنفال بها 1 ستوب. فاحنا الصبح اني شفتها كانت $917 4 أيام انكلود كل شيء، انا ومقدام نفرين وغرفه. كانت مدى يطلع لي بالكون خلصانه سولد اوت يعني، لان هي اخر ايامها رح تبحر. الحكي كان بعد له اسبوع بس، يعني الاثنين الجمعه اللي بعدها كان، فالحكي اسبوع 10 ايام اقل حتى من 10 ايام 9 ايام كان، لما سويت تشيك ان من البدايه 9 ايام كان. ما طول عليكم جينا نحجز، صعد السعر رأسا، صعد السعر فد 100-200 على ما خبرنا ترافل ايجنت زعد بالزايد. المهم وصلنا $1200، لا اقول لكم ولا تقولوا لي، بس بالنهايه مقدام يعني اوكي متحمس فوافق يعني انه ندفع هذا المبلغ. المشكله وين؟ انه حتى اني تقريبا صار لي 4 أشهر بالشغل ما اقدر اخذ اجازه، لانه طبيعه العمل تقول لك انه لا تاخذ اجازه. زين ايش قد ابقى ما اخذ اجازه؟ شهر 2 3 4. فحتى نرهمها اضطريت اخذ فقط يومين، يعني يوم الجمعه اني اوف ويوم الاثنين اوف اللي هو اليوم. اي والخميس احنا نطير. الخميس كملته تقريبا ل3 ويلا قدرت اسافر يعني. فشي كان طبعا احنا السفر مالنا معجزه انا وياها. هي جت من طياره من الشغل ورا ساعتين لا اقل من ساعتين رجعنا من جديد للمطار. رجعت انا من جديد طريقي للمطار. ساعه يا دوب بس ذبيت هدومي ورحنا يعني بالسياره للمطار. فشي يعني يعني نقدر نقول اي غلطه هي تتاخر طيارتها او تاخرت ارد طيارتك، تاخرت ساعه، تاخرت زايد. اذا انا تاخرت بالشغل ديلي مثلا بالهاي تروح الطياره وكل شيء يخرب. فاحنا حتى انشورنس اخذنا عليها لانه قلنا حرامات تروح $1000 خلينا ناخذ انشورنس على اخذنا انشورنس صحيح. فقلنا شنو اللي صار بالفعل. هذا اللي صار، انا تاخرت طيارتي اصلا راجعه من ساوث كارولاينا، نزلت بالمطار. هم زين الشركه قالت لي اخذي اوبر، لا تاخذين سيارتك ولا تسوين اي شيء ولا شطل ولا هم يحزنون، روحي اخذي اوبر حتى اسهل عليش ترجعين. اخذت انا اجازه يوم الاثنين، فصار عندي جمعه واثنين اجازه. رجعت من المطار نص ساعه بس رحت غفيت لانه كلش كنت تعسانه، ومباشره قعدت من النوم لقيت مقدام جاي قال لي يلا قطر بدنا نروح. فحطيت غراضي شلتها من هالجنطه، المهم شغلات الحمام والشعر وما شنو حطيتها بهالجنطه. الجنطه كنت محضرتها قبل ما اسافر اصلا، يعني من يوم الاثنين انا جنطتي مال الكروز هي انا محضرتها كنت قبل يومين 3. اي قبل ما اروح ساوث كارولاينا انا محضره جنطتي وجاهزه. المهم وصلنا الميامي يعني رحنا للسفره والحمد لله. ايش قد تطي السفره من 10؟ انطيت 9 من 10 يعني. لو شويه بعد اكو وقت اطول شويه قصيره كانت، يعني تحتاج لها يومين لو 3 تطلع توب، لانه قصيره حرفيا قصيره يعني. بس هاي الحمد لله غيرنا جو. فلا تنسى حبيبي المشاهد، روح استثمر مو بالذهب ولا بالالماس، بالعلاقه الزوجيه. سوي لك سفره بسيطه لك وزوجتك. هي برايورتي مقدام. اكو نسوان عندها البرايورتي ذهب ما تريد سفره. انا بالنسبه لي ما اريد لا ذهب ولا اكل وديني سفره. سؤال، شنو فائده الذهب الى واحد يخسر شريك حياته؟ شنو فائده الفلوس؟ من يجيها الذهبيه راح تتونس تفرح. لا كلنا نفرح، ماكو واحد ما يفرح يجي فلوس وذهب. هذا حكي يفيدك، بس دائما اكو خسائر مطلوبه يعني انت تحتاج تخسر هاي المبالغ. انا اقول لكم انا من الناس من الاخطاء انه 17 سنه احنا طالعين 1000 مكان بس طالعين ويا الاولاد، الى ان بدأوا الاولاد يروحون سفرات مدرسيه وكبروا، يعني نوعا ما كبروا نقدر نقول. فاكتشفت انه هو راح يبدا الاولاد يعني ياخذون مسارهم حتى يعني انجوي تايم ويا اصدقائه. فزين واحنا شلون؟ واحنا هسه بينا حين نطلع بعد 10 سنين صعبه الطلعه، بعد 20 سنه يعني تصير هواي اصعب. فليش ما نطلع هسه ونتونس؟ شنو المانع يعني؟ ايش نضيع؟ هي يومين 3 يعني بالسنه كلها. وطبعا انا شنو مقهوره على شيء واحد مقدام، ما كان عندي وقت انه حاجزه قبل فتره حتى اتحضر انه اشتري هدوم، اروح مثلا اعتني بنفسي او شعري اصبغ شعري او فد شيء، بس لحقت اسوي اظافير لان انا اصلا يعني دا اسافر
مرتين قبل، يعني قبلها عندي سفرة عمل، وبعدها هسه من حرجع مباشرة عندي شغل، اروح ان بيرسون في 3 ايام تدريب. فالمهم القصد من كلامي انه ما كان عندي وقت اتحمس للسفره. شايفين هذا الشعور، الحماس ما قبل السفره، انا ما كان عندي هذا الشعور للاسف، يعني ما لحقت انه اعيش هذا الشعور. سؤال، ما اشتاقيتوا للاطفال الاولاد؟ او جدا، هذا السؤال دائما راح ينطرح. جدا جدا ايه وايد جداً طبعا. وطبعا كان عندنا انترنت هالمره بهاي فكنا نخابرهم يعني يوميا الحمد لله. هم تخافوا هم بامان طبعا اكيد. وطبعا اكو شغله شنيه، اكيد هسه اكو بعض المتابعين حيقول يما شلون طاج قلبك تعوفين اولادك والسافرين، شلون طاج قلبك تتونسين وهم لا. فاحنا صورنا لهم فيديوهات احنا ما متونسين بس هاي ما التيك توك كانوا هذول اللي يسوون نفسهم هيك على اساس ضايجين. لا انتظر، مو هيجي. هعرف لكم التيك توك مالتي على الشاشه، يا اما حعوف الباركود تسوون سكان له، يا اما حعوف اسمي ابحثوا عنه، اشتركوا بالتيك توك مالتي وشوفوا الترندات اللي حنزلها، لانه حكون منزله كلش هوايه ترندات، او راح انزل ترندات بعد هذا الفيديو. على العموم اكو شيء بعد، بس نحكي فشي على السريع على السفينه اللي هذا عرفته اخر شيء. طبعا بالمناسبه تحياتي البيت ام محمد وام محمد اللي هم كانوا من ولايه اوهايو، كانوا موجودين على السفينه، جايين للسفينه عن طريق الفيديوهات مالتي مال العام اللي اعطتهم حماس انه يحجزون ويجون. فان شاء الله يكونوا متونسين. شفناهم بالسفينه مرتين 3 التقينا بيهم، وكلش حبيت الفقره هاي مال لقائي فيديو. نحكي على السفينه اني انطيها 3 من 10. نعم، يعني ذيك السفينه يعني ذي الشركه اللي احنا نطلع بيها، ما اعرف انا متعوده عليها، هي مشهوره انه يقول لك الاكل والفن مالتها الونسه، يعني هي رقم 1 بين كل شركات الكروزز السفن. ف هاي السفينه اللي احنا طلعنا عليها اللي هي اوروبيه ستايل مالتهم الاوروبيين، هذا الهادئ، عندهم فد عرض واحد باليوم، والاكل مالتهم شبعونه دجاج وعندهم كربوهيدرات. يعني اني صرت نباتيه لا اراديا، يعني لانه لاحظت نفسي انه انا دا اروح على الزلاطه، اروح على الكربوهيدرات للاسف، لانه ماكو شيء واحد ياكله حتى يشبع. يعني هم عندهم ستيك وسمك بس قليل، مو هو يعني لازم الواحد يدوخ نفسه. الاب مالتهم معقد، الاب كلش معقد يعني مو مريح، ما حلو بصراحه، مو معقد، غبي خلينا نقول بصراحه، لانه كلمه معقد تقدر تروح مثلا المنيو مالتهم لازم تتمشى للمطعم حتى تعرف شو المنيو مالتهم. الانترتينمنت مالتهم كله صعب يعني ما تعرف تشوفها، لازم انت تدور عليها. لا يعني كاتبين لك اسم الانترتينمنت بس هو ما قالين هو شنو مثلا هو حفل راقص، هل هو كوميدي شو، ما عندهم كوميدي شو يعني اصلا. ما عندهم كوميدي شو اللي هو احلى شيء كان عندنا هناك الكوميدي شو، يمكن باليوم نروح مرتين 3. اي يعني هوايه شغلات ما متعلمين عليها وياهم، بس يعني مبدئيا الغرفة كبيرة، الحمام أكبر من ذاك بصراحة، ما أعرف ليش كنا 2 بس بصراحة ما أدري. وأكو شغلة الترافل ايجنت لقيت لنا الغرفة اللي هي أم الشباك وسوت لنا أبجريد بسيط، قالت راح لنا شبيبك صغير، طلعت فتحة بالحائط، يعني مو مثلا فد شباك. فبصراحة أنا شفت إنه ما له داعي، يعني لو ماخذه لا ماكو فرق. $6 كان مو فد نمونه، بس بصراحه الغرفه هو كيف فتحه شباك ما كان لها داعي، يعني حتى تشوفين الدنيا ضوء لو ظلمه. يعني بصراحه بالنسبه لي انا كنت اتمناها لو تكون عتمه كلش حتى اقدر انام براحتي، بس تكون مو عتمه، بس هي بصراحه كانت كوايت بطريقه يعني خرافيه. اللي انا طلبت من عندها يعني قلت لها اريدها اهم شيء عندي كوايت، مو مهم قريبه، يعني لو بعيده لو فشي قالت لي بس حتكونين شويه بعيده عن المصعد. قلت لها مو مهم، اني اصلا يعني اهم شيء عندي اكو بعيده عن المصعد، لانه مرات يكون اكو مثلا العفو يعني ناس سكارى او فشي يرجعون بالليل وهاي، بس بعدين هي طلعت اصلا السفينه تنام من 10 بالليل. لا يعني نكست تايم راح نسوي نفس الشيء، راح ناخذ غرفه تكون بهيك ليفلات ومو على بالكوني، لانه ما لها معنى احنا ما نقعد بالغرفه ابدا. اغلب الاحيان برا. كل المرات السابقه اللي كنا حاجزين بها السفن كانت تكون بالكونه، هالمره اول مره بدون بالكونه، كانت نجاح ساحق. يس. فعلى العموم اكيد ما راح ابحر بعد ويا هاي الشركه الا اذا اريد اروح للهواين، للهواي يعني هواين كروز. لو يبوسون ايدي ما اروح وياهم. بلاش لا مو لهالدرجه، بس يعني اكو احلى من عندهم هوايه، فما له معنى واحد يروح وياهم. يعني اذا اكو مثلا ديستنيشن تريد تروح والا هم وياهم اروح وياهم. بس اذا اكو اكثر من فرايتي، اكثر من واحد يوديني، لا اروح ويا غيرهم. اكيد. واتذكر الملاحه البحريه والكروز من 1800 وش قد قلنا؟ 9
لا 1800 يمكن و40 و1891 صارت رسميه. اي صح. وتايتانيك ب 1900 يمكن 16 20 هيك ارقام. فتذكر من ذاك الوقت اكو كروز وانت لي هسه مسايق ما رايح بيها. هاي بالنسبه للناس اللي ما رايحين طبعا. اللي ما رايح روح كروز. روح حتى بالعراق كلش حلوة. اكو بدبي وبالخليج اكو كروز. طبعا شفت ذاك طبعا. وما تحتاج العراق ما نحتاج فيزا احنا العراقيين. الاعاقه الوحيده اللي تخلينا ما نروح انه الطيران كلش غالي. وللاسف العراق ما عنده طيران رخيص من امريكا للعراق فمكلف. ولا كان واحد يروح ويصعد كروز هناك هواي ارخص من هنا بالمناسبه. اي وبما ان هسه يمكن انتم تشوفونا الدببه الطيبون بس لانه احنا يعني جديات من وراء الكربوهيدرات اللي اكلناها هناك لانه ماكو شيء يشبع. فسمنت انفخت يعني انطوني فد يومين 3 راح افش من جديد. على الفيديو الجاي تشوفوني فشانه ان شاء الله ان شاء الله. فاني احلى شيء سويت اخذت صوره لنفسي بهاي الهدوم لان انا من اشتريت هذا التيشيرت قبل السفره. طبعا ريحت ايدي والقاع ماكو اي بضاعه بالسوق اسكتوا خلوها. اعتمدت على امازون وزي عندي برايم. جد قدرت هذا البلوز فكنت انا كلش طالعه قلم زمومه كلش ضعيفه واليوم انا طالعه هيك فيل فراح اصور كيف كانت وكيف صارت. ان شاء الله هاي شغله سهله ان شاء الله. زين اوكي. وبعد شنو طبعا هسه يمكن اكو بعض الناس راح تقول شنو انت راح تاكلين بالسفينه. يبا قصه راح اكل بالسفينه هي فكره السفينه انه انت لا انت راح تسوي الفراش مالتك ولا انت راح تغسل حمامك ولا انت راح تجيب خولياتك ولا انت راح تطبخ اكلك ولا انت راح تشيل مواعينك وتغسل مواعينك من وراك ولا انت راح مجبور تختار مكان تروح تتونس فيه لان هي اصلا هي كل شيء بها للونسه يكون المفروض ولا انت راح مسؤول انه شلون انت تضحك نفسك انه المفروض اكو ناس تضحكك. القائمه تطول وكليتها يعني المهم عندنا واشي هو الوحيد اللي كان يضحكنا. واشي اللي هو اول ما تفوت لغرفه الطعام واحد يغني لك واشي هابي حتى يعقم يعني ايدك يعني. اي اللي عجبني بالسفينه انه عندهم مواعين صغار بورتابل انه يحطون بيها بعض الاكلات بعض الاشياء يعني حتى ليس الخسائر بالضبط. الاب مالتهم كلش يحتاج لشغل لانه حتى تخيلوا مكان الصور مختلف عن مكان التطبيق. يعني تطبيق صور له واحد وتطبيق السفينه له واحد. مثلا من كنا نروح كارنفال كروز لاين كل مطعم بيه مالته المنيو من اول يوم لاخر يوم ووقت وعافيه ووقت الافتتاح ووقت الاغلاق وتحجزه اونلاين. وبعد شنو بعد ويحط لك صوره مثلا حتى الانترتينمنت مثلا يقول لك هذا كوميدي شو منو اللي راح يسوي الكوميدي شو وش قد الريت مالته اذا هو للاطفال او للعائله وين مكانه بالسفينه. ولا واحلى شيء بالدايركشن كان دايركشن للسفينه. بس انا اقول لكم الشيء الوحيد اللي تتفوق به نرويجن كروز لاين على كارنفال هو الانترنت مالتهم طياره لان ستارلينك بس ما اعرف يجوز ذاك هسه صاير ستارلينك لان ستارلينك ريسنتلي صاير. احنا ويا كارنفال العام بالصيف ماردي جرا كانت حديثه مو مال ما يكون عندها ما بيها مثلا ما بيها واتر بارك ما بيها سلايدات ما بيها يعني صغيره هي صغيره فشي صغير يس صغيره بس هي تبقى هي اكبر من ذيك مال كارنفال اول وحده اللي رحناها يعني اللي همنا كانت فشي بسيط بس همنا احسن. طبعا شيء بشيء يذكر الاكل مال البوفيه فريش يعني ما عندهم شيء قديم يرجعون يسوي له ريبيربس. اذا اني مدى اقدر اسوي لي فيجر اوت بس يعني المهم الاكل مالتهم كان فريش. واكو كافيه عندهم 24/7 كان مقدامي دائما يروح ياكل لودد ناتشوز بيها وناتشو تشيز همينه. وشنو بعد تاكل هاي كانت طيب سوب مالهم يعني خطير انا احب السوب بالذات بالليل اموت عليه. كان كلش فريش يعني الشيبس مالتهم عبالك هم يعني هسه صانعين وهسه طايعين لك اياه حار وطيب وفشي بيرفكتو. تورتيه وهاي الخبز الستيك اكلنا اخر يوم فقط ستيك لانه اول يوم عبالنا كل يوم اكو ستيك لانه مثلا بكارنفال اكو عندهم بالمنيو مالتهم بالمين دايننج روم يعني قائمه اللي هي ديلي عندهم اكل هندي اكل نباتي اكل صيني وستيك وبعرف شيء فشي لخ كان يمكن فشي بيروبيان. هذا دائما every single day عندهم حتى الابيتايزرز اكو كان روبيان هاي الرول روبيان اللي 3 قطع ما ادري شنو. هنا ما عندهم لا بحريات لا تقريبا يستحرمون ياخذون بحريه. احسهم عندهم الرجي من البحريات يعني كلش قليل يعني. فد يوم اخذنا معك هاي السباكيتي كانت شو اسمها عليها 5 شرمات. فد يوم ثاني يوم سوينا نفسها
ما بس غير جبت بيها نوعية. 5 صلصة شهور حمراء جبتي بيها اثنين إيشي. وقطعيها. هاي كنا نسوي التيك تاك مالكم ما ثابت اساس زعلانين صارت صدق زعلان. صدق زعلان جبنا الفالة لنفسنا. بس والله على الحمد العموم لله. المهم كاكينا قاق لأنه طلعنا ايش قد ما كنا دجاج يمهم بعد ما نقدر أيه. نشوف الدجاج الستيك بصراحة مره يعني. يمكن واحده بس اكلنا. وكل شوي عندهم بيكن يعني بكل شيء حاطين بيكن بالسوب بالزلاطه بالفطور بالغداء بالعشاء يقدر شكو. وطبعا عندهم كلش اوبشنز هوايه للناس الفيجيتيريانز يعني تحيرون الناس مثلا اللي ما تريد والله اني قضيتها هندي، اكل هندي كان يعجبني. عافية. اليوم غدا عشاء هندي، حتى اليوم طلعنا من السفينه ما اكل هندي. وايجن فود دائما عندهم يا اما قطع دجاج ويا فتشي يا اما قطع لحم، وقطع اللحم كانت طيبه وقطع دجاج ما كانت طيبه همينه. بس على العموم يعني ها مشي الحال. اجا وقت سفرنا لو بعد وقت يعني حلو. اعتقد لازم كافي عاد يلا هاي 23 دقيقة. اوكي يعني شكرا جزيلا لكم متابعتكم. اذا تحبون تشوفونا نطلع دائما هاي السفرات كتبونا بالتعليقات. اي يا ابو مارك كتبوا بالتعليقات يا عيني يعني لازم نطلع نسافر. شعري اني شنو المتابعين دا يريدون مو اني.